الامانه لله انا ما اعرفوش، بس كلامه عجبني بصراحه، فحبيت ارد عليه. نسمع كده هو قال ايه طيب. البت البيضة كل ماتش تقول لك ان امام عاشور مطرب وان الكليب بتاع عيلة صالح كليب عالمي وتاريخي. تعال نجيب بقى الكليبات بتاعتهم ونسمعها لهم بودانهم عشان شكلهم بينسوا. لو هم بينسوا فكريم ما بينساش. يلا بينا هنبدأ بالمطرب محمود علاء، وهنشوف طبعا هو بيعمل بايده. كان طبعا بيتمرن وعمل ببقه. تيجي نشوف كام واحد عمل. بتعرف تعد لغايه كام؟ الحاجات اللي انت جايبها دي صح، وانا كزملكاوي ما بشككش فيها، الحاجات حصلت فعلا. بس بقى تعال نشوف ردة فعل جمهور الزمالك. محمود علاء اهو، شيكابالا كان بيجيبوا لجمهور الزمالك ويقعد يتأسف لنا، بس احنا ما قبلناش عشان احنا عندنا كرامة، عشان حركة بس مش عشان سب رموز. تاني فيديو انت جايب بقى فيديو لكهربا وهو عندنا وبيبصق على جماهير الزمالك، نشوف يعني اللقطة. التعريف كهربا وهو بيعمل كده. طب نسمع مطرب الكبير. فهو عمل كده لفرد من جمهور الزمالك، برضه هنرجع نقول لك تعال نشوف احنا ردينا عليه وقلنا ايه. تالت لقطة بقى معانا، انت جايب مرتضى منصور وهو مثلا بيشتم في الزمالك او بيشتم في شيكابالا او بيشتم في اللي يشتمه مثلا يعني. تسمع مطرب الكبير، المطرب اللي كان الصبح بيقول لك صاحبته يعني وبالليل مش عارف مين صاحبته. ينفع اجيب الجمله دي عشان انا اتضايقت لك الصراحه. تخيل، بص، بالرغم من ان انا بديك على وشك اهو بدقك بس اتضايقت لك في دي. طب نسمع المطرب بيقول ايه تاني. رحمة امه الغاليه، لا احبسك يا شيكابالا وبطلك كور، وخلي ممدوح عباس ينفعك عشان ما غلطش فيه، بس لا لانه غالب ماشي، في نادي. جمهور الزمالك بقى بيرد على مرتضى، واحنا معروفين ان احنا مع مرتضى كنا ايه من زمن الزمن، مش هقول لك من الشهداء، من قبل الشهداء. حبيبي اهم حاجه انت كده متكيف. انا بقى لو هجيب لك فيديو بتاع امام وهو بيسب عيلة صالح وبيسب رموز الاهلي وبيسب جماهير الاهلي اللي انت واحد منهم، وبيسب كل حاجه تخص النادي الاهلي، ورغم كده انت بتحييه وامام وتعالى وابن النادي والكلام ده. يا ابني اتكسف على دمك، اقسم بالله اتكسف على دمك. انت بتحييه وشايله فوق دماغك. ده الفرق بيني وبينك، فرق بين اي واحد اهلاوي واي واحد زملكاوي. احنا محدش بيسوقنا، انتوا بتتساقوا. احنا جمهور الزمالك لينا رأينا من دماغنا وكلنا متفقين عليه عشان كلنا بنفهم. والله انت الإدارة جابت لك إمام، انت المفروض لو انت بقى بتفهم وليك وعندك كرامة ما تنساقش وراهم، بس انتوا قطيع بتروحوا وراهم وخلاص. ما تبعتهالوش عشان ما بكلموش وما اعرفوش.